السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. ولله الحمد ما زالت التوقعات ثابتة بدخول منخفضات ممطرة قوية متتالية على البلاد إن شاء الله، كما ورد لنا في آخر تحديث للنموذج الأوروبي الذي ورد لنا قبل ساعة تقريبا. ما زالت التوقعات ثابتة بدخول ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة ولله الحمد على المرتفعات، وكذلك الأقصى المناطق الشمالية، وربما تصل إلى المناطق الصحراوية ولله الحمد. أمطار غزيرة اليوم وغدا، وكذلك خلال الأيام القادمة سيكون أسبوع ممطر بامتياز على جل هذه المناطق الشمالية والمناطق الوسطى. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات، ولا تنسوا متابعي الكرام دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم. إذا لكي لا نطيل عليكم نستهل نشرتنا بداية من زوال اليوم إن شاء الله، بحيث يرتقب أن تكون بعد التساقطات المعتدلة على أقصى المناطق الشرقية على ولاية القالة وعنابة، وكذلك سكيكدا والشريع والميلية وجيجل وبجاية وخواطة وبني كسيلة وأقبو وبرج بوعويج وسطيف وعيني ولبنان وراس العيون، وكذلك باتنا وتساقطات ثلجية على مرتفعات بوحمامة وآريس والجرف. كذلك تبقى أمطار قوية وغزيرة على تبسا وخنشلة إن شاء الله. ما بالنسبة للتوقعات خلال الفترة الليلية، ربما تعود الأجواء مستقرة مع بعض التساقطات على ولاية وهران على هذه الأقاليم الغربية على غليزان ومعسكر وسيدي بن العباس وبني صاف والغزاوات ووهران. تبقى أمطار نسبيا معتدلة خلال اليوم إن شاء الله. أما بالنسبة لتوقعات يوم غد الخميس إن شاء الله، أمطار غزيرة وقوية على جل المناطق الشرقية والغربية، أمطار على ولاية وهران وسيدي بن العباس وكذلك تلمسان والغزاوات وراس الماء، وثلوج على تلاغ وأيوب وسعيدة، وكذلك ثلوج على تشياش وأمطار على بلول وآفلو والجلفة. والخير متواصل على المدية والجزائر والعاصمة وتيزي والزو وبجاية وجيجل وسطيف وقسنطينة وسكيكدا وعنابة ووصون إلى سوق هراس وخنشلة. كل هذه المناطق معنية بأمطار الخير. وكذلك خلال الفترة الليلية متابعي الكرام، ما زالت التساقطات الثلجية والمطرية متواصلة على البلاد ولله الحمد. ثلوج غزيرة ووفيرة خلال الفترة الليلية إن شاء الله على مرتفعات البيض وآفلو والجلفة وبوسعادة وكذلك باتنا وخنشلة وسطيف. ستكون هذه الثلوج مرفوقة بانخفاض حاد في درجة الحرارة إن شاء الله. وما زالت التساقطات المطرية على قسنطينة وقنا وسوق هراس وعنابة وسكيكدا ووصولا إلى تيزي والزو والجزائر العاصمة والمدية وجل هذه المناطق الظاهرة أمامكم باللون الأزرق. أما بالنسبة لتوقعات يوم الجمعة خلال الفترة الصباحية، ثلوج كثيفة وغزيرة، نسأل الله أن تكون ثلوج خير ورحمة على تبسا وخنشلة وسوق هراس. كل هذه المرتفعات ستعرف تساقطات ثلجية غزيرة وقوية على الشريعة والجرف وكذلك بوحمامة وتبسا وخنشلة وعين البيضاء. هذه المناطق معنية بثلوج غزيرة بداية من ساعات الفجر. وكذلك ثلوج مرتقبة بحول الله على مرتفعات البرواقية وكذلك أقبو والبليدة، وربما تكون تساقطات مطرية من مستوى قدر إنداري. متابعي الكرام، من اللون الأحمر كما هو ظاهر أمامكم على ولاية جيجل والميديا والفرجيوة وخواطة وبجاية ستكون أمطار قوية وغزيرة وثلوج كثيفة على بني والبان وقسنطينة، وكذلك ثلوج غزيرة إن شاء الله على جل هذه المناطق تبسا والشريعة ومرص وكذلك عين البيضاء وخنشلة وبوحمامة وباتنا وراس العيون وعين مليلة وتاجنانت وكذلك سطيف وقسنطينة وفرجيوة وخواطة وأقبو وبني كسيلة. هذه المناطق معنية بثلوج وأمطار الخير ولله الحمد. أمطار على المدية والجزائر العاصمة وتيزي والزو وسطيف وقسنطينة وخنشلة وباتنا. وسيستمر هذا المنخفض القطبي بالدخول على جل هذه المناطق الساحلية، حيث تكون أمطار قوية وغزيرة خلال يوم الجمعة بإذن الله. أمطار على عنابة وسكيكدا وقسنطينة وجيجل وبجاية وتيزي والزو والجزائر العاصمة والمدية وسطيف، وكذلك ثلوج كثيفة على باتنا وخنشلة. بالنسبة للأقاليم الجنوبية، أجواء مستقرة على العموم، لا جديد ولا قديم يذكر. نسأل الله أن يعم الخير البلاد وكل العباد إن شاء الله. أما بالنسبة للتوقعات البعيدة المدى يوم السبت متابعي الكرام، ما زالت أمطار الخير متواصلة على جل هذه المناطق الشمال الشرقي، أمطار قوية وغزيرة على هذه المناطق الظاهرة أمامكم باللون الأزرق. بالنسبة لتوقعات يوم الأحد، يرتقب بحول الله أن يكون يوم مشمس ومستقر على العموم، ليس هناك أي أمطار يوم الأحد. أما بالنسبة للتوقعات البعيدة المدى يوم الاثنين متابعي الكرام، ربما تدخل بعض المنخفضات القوية على أقصى الشمال الشرقي والشمال الغربي ستهم جل هذه المناطق. سنقوم بتحليل هذه التوقعات الجوية عند اقترابها إن شاء الله. لكي لا نطيل عليكم متابعي الكرام، ما زالت أمطار الخير متواصلة خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.